من الأخطاء اللي بتحصل في العلاقات سواء من الطرف أو الطرفين وبتعمل مشاكل كتير جدا في العلاقات، وهي افتراض إن اللي قدامي هيقرأ أفكاري، فببدأ أتعامل على الأساس ده. أنا في علاقة سواء بقى يعني أصدقاء سواء شريك حياة، أنا بتعامل إن اللي قدامي دايما هيفهم أنا عايز أقول إيه وأنا بزعل من إيه وأنا احتياجاتي إيه. والصراحة ده افتراض غلط جدا، لأن اللي قدامك لو انت ما عبرتش وما قلتش اكيد مش هيفهم انت بتتضايق من ايه او ايه اللي بيزعلك او ايه احتياجاتك اصلا. وهنا مش بتكلم على النوع اللي بيبقى فاهم ايه اللي بيزعلني وبيعمله، انا هنا بتكلم على النوع اللي فعلا ما بيبقاش فاهم. هي الحاجات اللي بتخلي ناس كتير ما تعبرش برضو عن اللي جواها هي حتة ان انا خايف اللي قدامي هيزعل، وهو فعلا في اشخاص بتزعل فعلا لما بتيجي تقول لها ان انا الكلمة الفلانية دي ضايقتني او الموقف الفلاني ده ضايقني. بس خليني اقولك على حاجة، انت لو انت فضلت كاتم جواك او ما بتعبرش عن اللي جواك عشان انا خايف على زعل اللي قدامي، فانت في المقابل انت اللي هتزعل. فانا جايه اقولك ان محدش هيقرا افكارك طول ما انت متعبرش عنها. مهم جدا ان انت تعبر عنها بطريقه صحيه، لان اللي بيحصل في العلاقات ان بيبقى فيه نوع بيفضل ساكت 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 وبعدين فجاه ينسحب من العلاقه واحده واحده عشان هو ابتدى يتضايق من اللي قدامه، فاللي قدامه ما بيبقاش فاهم هو عمل ايه وبيبقى عنده علامات استفهام. في نوع تاني بيبدأ يسكت 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 ويجي على نفسه، وبعد كده بيبدأ ينفجر في وش اللي قدامه مرة واحدة من غير ما اللي قدامه برضو يبقى عارف هو عمل ايه. فمهم جدا ان احنا نعبر بطريقة صحية عشان ما نعملش النوعين. يعني من حق الطرف اللي قدامي يفهم انا ليه انسحبت من العلاقة حتى لو انا عايز انهي العلاقة، ومن حق برضو النوع التاني بقى من حق الطرف التاني ما انفجرش في وشه ولا اغضب في وشه بالطريقة دي غير لما اكون قلت له مرة واثنين وثلاثة. وحتى لو قلت له مرة واثنين وثلاثة مهم جدا اني يا الا خلاص انهي العلاقة يا الا اسطحها، ما اغضبش في وش اللي قدامي. فالمهم جدا ان احنا نعبر عن الحاجات اللي بتضايقنا، عن حدودنا، عن كل حاجة.